المتابعين اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه النهارده وحلقه جديده في اول كارير ماتش راكت ثلاثي. اهلا بيكم في تشانل هبه اف ام. ويلكم. تابعوني على تشانل هبه اف ام لغز حكايه. مبدئيا كده لاي ماتش لازم يكون في فريق، ولاي لعبه او رياضه لازم يكون ليها قوانين، وخصوصا لما يكون اللي بيلعب ده لسه مبتدئ وما عندوش اي نوع من الفكره عن قوانين اللعبه بكلا الاشكال، فبيبدأ هنا ياخد واحدة واحدة على الطقوس، وكمان بيلم ببعض القوانين. بس أثناء رحلته في اللعب أو في بدايات الطريق هتلاقيه بيستكشف كل مرة نفسه مع كل خطوة بياخدها، وهو بيحقق بدايات النجاح. وعشان كده حبيت أنزل لكم بالماتش نيو، بماتش كارير ثلاثي اللي هيكون فيه 3 مستويات. بس ملحوظة على السريع كده، مش معنى إني قلت إن فيه مستويات معنى إن القليل فيه حد ضعيف، لا أكيد، ده ممكن يكون هو أقوى حد في الفريق. إزاي؟ بإصراره وحماسه وثقته في نفسه، وده أكيد سبب كافي بإنه يكون أهم لاعب في الفريق، وده في حد ذاته بيدفعه في كل مرة بينزل يلعب فيها إنه يقدم الأحسن، وده أكيد بوينت مهم بيتحسب له. يعني من الآخر كده مفيش حاجة اسمها مين أقوى من مين، لكن في حاجة اسمها أنا هبقى مين بعد وقت قد إيه. فاثبت نفسك صح يا بطل، عشان هو وده المطلوب. أما دلوقتي بقى أعزائي المتابعين، يلا ننزل حالا بمباراة الراكت العنيفة اللي هتكون بين الكابتن مهاب بهجت والكابتن هبة جابر والكابتن شروق عماد. ها جاهزين؟ ليتس جو. هلو وحشتوني. خلونا نبدا بقى في بدايه الحوار كده بالهيستوري لكل لاعب. كابتن مهاب بهجت لاعب راكت متألق الحقيقه، بدا مشواره الرياضي في الراكت لما كان لسه عنده 15 سنه. كنت اول مره العب معاه الصراحه، فاكتشفت اني بلعب حلو جدا معاه بسبب مجهوده العالي اثناء الماتش، سواء بقى من تريات او قفزات سريعه او حتى رد الفعل اللي دايما مش متوقع مننا ليه، بغض النظر بقى هو بيلعب بقاله قد ايه او كان بيلعب مع مين. كابتن مهاب كان حارس مرمى سابقا، وده في حد ذاته بيساعده جدا على انه يطير على كل الكور اسرع ويلحقها من اي اتجاه، ده غير انه عنده القدره انه يقع في الطريات بكل سهوله من غير ما يتاثر باي اصابه لا قدر الله، لانه اكيد كان بيتمرن على ده وبشده بحكم انه كان حارس مرمى. الحقيقه اننا لعبنا معاه ماتش كامل من غير اخطاء كتير، وده في حد ذاته بدايه مبشره لينا طبعا، بس اكيد لسه في احلى. اصل اهم من اللعب هو ضبط اللعب، يليه طبعا الاخلاق والتريث. اي نعم احنا شبه ارهقناه وتقريبا فصلناه بحبه وشويه كتار، بس ده ما يمنعش برضو انه بيعرف يسند معانا في اللعب وما بيشتكيش، وهو ده المطلوب. اصل لعبه الراكت بصفه عامه بتعتمد دايما على التركيز العالي ورد الفعل السريع مع شويه تريات وضربه فور المظبوط ورد الباك في المعدول، وبعد كده بقى هيكون ستايلك انت، ستايلك الاصلي اللي هيميزك عن غيرك يا اصلي. يعني مش لازم خالص تبقى زي غيرك في لعبه او تلعب حتى بنفس رياكشناته او حتى حركاته، خليك مميز وسطهم واعرف ازاي تخلي ليك ستايل ويكون مختلف، عشان في النهايه تقدر توصل لمرحله انك تقدر تبهر بيه غيرك، وغيرك ده اللي هيكون نفسه يقلدك. فخليك دايما رمز اللي مش موجود منه اتنين عشان تكون متميز صح، وكمان عشان تقدر تجبرهم انهم يعرفوا يشاوروا عليك بجد. بس عشان ده يحصل او عشان توصل لكده يبقى لازم تتقن كل حاجة بمعايير صح ومظبوطة، وتتعب طبعا كتير. ما هو اكيد مفيش نجاح من غير فشل وصعوبات، واول عن اخر هي مجرد لعبة بس فيها كل التحديات. فاثبت نفسك صح، بس مش عشانهم، عشانك انت وبس. وكفايه انك تكون متألق في لعبه شايف فيها انبساطك او حتى تفريغ طاقه وبس، عشان في غيرك كتير مش قادر يعمل ده، مش قادر يعمل غير انه قاعد بس يقول رأيه فيك وينتقدك. وبره بقى عن قوانين اللعبه اساسا، لو انت معرفتش تشجع اللي قدامك وتحمسه بايجابيه طول الوقت وتحفزه بالاحسن حتى ولو هو ما بيعرفش يلعب في الاصل، وتقول له المعلومه من باب انك عايزه احسن بطريقه شيك وما تحبطهوش، هو كمان هيعرف يحترمك وهيحاول يقدم لك اكتر من لاعب، ده غير انك هتكون سبب ليه في جبر الخواطر لو تسمع عنها. خليك جنتل بقى وتعامل كده مع الكل عشان كله في حصلتك. بجد كل الشكر والاحترام والتقدير لكابتن مهاب بهجت. ندخل بقى على كابتن شروق عماد، صديقتي الانتيم. بدأت تلعب راكت من حوالي 3 شهور معايا يعني، وبالفعل بدأت من الصفر، واللي تقريبا برضو عانت كتير عشان تعرف توصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي. تقدروا تقولوا كده من كتر ما كانت بتلعب مع مدرب واحد بس في البداية، ومقيدة بكده بحكم الفريق اللي كنا فيه، فما استفادتش كتير. فتقريبا
لما لعبت مع اكتر من كابتن بعد كده لمت معلومات وتوجيهات اكتر، لان اكيد مش كل التوجيهات ممكن تطلع بالالمام الكافي او بالطريقه الصح ليك من كابتن واحد بس. خلينا متفقين بان كل واحد ليه ثقافته المختلفه. اللي انا عاوز اقوله هنا ممكن يكون الكابتن ده بيلعب من السبعينات مثلا وعنده الخبره العاليه والكافيه جدا انه يلعب بكفاءه عاليه بجد، بس للاسف ممكن ما يكونش عنده الخبره الكافيه برضه اللي تخليه يقدر يفهم اللي قدامه على قد فكره. في كلا الحالات للمره الثانيه شكرا لكل كابتن بجد حاول انه يساعد ويساند معانا في بدايه المسيره في لعب الراكت ويوصل من معلومه حتى ولو ما استفدناش، بس كفايه بانه باخلاقه حاول انه يساعدك، وده بوينت في حد ذاته يتحسب له. نرجع بقى لشخصيه كابتن شروق، شخصيه فاني كده ومش بتحب النكد ولذيذه. انا عن نفسي بحبها جدا ولازم احبها طبعا لانها اكيد انتمتي. ربنا يديم بينا المعروف والمحبه يا رب وما يوقعش بينا اي حد ابدا، لان النفسنا اليومين دول بقت واخده شكل الترند. المهم من الاخر شخصياتنا شخصيات مشاكسه كده وعنيده، بنحب الهزار والضحك في كل الاوقات، بس وقت الجد بنقلب على شهر واحد بس وهو امشير. كابتن شروق بقى رغم صفاتها دي اللي انا عماله اقول فيها اشعار من الصبح، في وقت اللعب ممكن تتحول عادي جدا، وده لو فكرت بس تنزل بدلها في ماتش او حتى تاخد كورها بالقصد او بالغير زي ما انا بعمل معاها كده بالظبط في كل الماتشات. ساعتها بس ممكن تقوم حرب عالميه كبرى بسبب الكور اللي بسرقها منها دي في كل ماتش. ما هو الصراحه برضه هي اللي بتستفزني لما بتحاول تتعدى على الباك بتاعي. حقي بقى ولا مش حقي؟ احكموا انتوا بقى في الكومنتات. وبره بقى عن الماتش نفسه، احنا بنلعب بالحب ومن باب الترفيه وبس مش اكتر، ومش بنحب لغة الاستنزاف. يعني من الاخر العب وروح وبلاش كلام كتير، عشان صدقني انت اللي في النهاية مضرور مش اللي انت بتتكلم عليه. يا رب تكون الرسالة وصلت. اشوفكم في ماتش وكاري جديد، واوعى تنسى اللايك والشير ازعل منك. يلا باي.